السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهارده هنحل مع بعض امتحان محافظة الجيزة إدارة العمرانية التعليمية في كتاب المراجعة صفحة 64. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. هتلاقي عندك برضو في الوصف تحت أسفل الفيديو حل جميع الامتحانات في قائمة تشغيل. أجب عن الأسئلة الآتية. أولا الجغرافيا. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة الوطن العربي، يكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. واحد المحيط، رقم واحد ده المحيط الهندي، يبقى واحد المحيط الهندي. أما اللي في الغرب ده المحيط الأطلنطي. اتنين إقليم مناخي، رقم اتنين دي دولة موريتانيا، جنوب موريتانيا هنا إقليم مناخي المداري، يبقى إقليم مناخي المداري. تلاتة مضيق، رقم تلاتة ده مضيق هرمز، يبقى مضيق هرمز. ومضيق هرمز تشرف عليه إيران وعمان، ويصل الخليج العربي بخليج عمان. أربعة دائرة عرض، اللي في جنوب الوطن العربي ديت دائرة عرض الاستواء، دائرة الاستواء. خمسة دولة ترتفع فيها نسبة الوفيات، رقم خمسة دي دولة الصومال، يبقى دولة الصومال ترتفع فيها نسبة الوفيات. بما تفسر. واحد للوطن العربي أهمية دينية. هقول له أهمية الوطن العربي الدينية هو مهد الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، ووجود الأماكن المقدسة مثل الكعبة المشرفة في السعودية، وكنيسة المهد والمسجد الأقصى وقبة الصخرة في فلسطين. يبقى هو مهد الديانات السماوية الثلاثة ووجود الأماكن المقدسة. كل الحاجات ديت ادت له أهمية دينية، إن هو مهد الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والإسلامية والمسيحية، ووجود الأماكن المقدسة على أرضه اداله أهمية دينية. اتنين أهمية الأودية الجافة بالوطن العربي. هقول له تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل منها الحصول على المياه الجوفية. تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل منها الحصول على المياه الجوفية. يبقى أهمية الأودية الجافة بالوطن العربي: تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل منها الحصول على المياه الجوفية. تلاتة تناقص أعداد البدو الرحل في الوطن العربي. ليه؟ هقول له بسبب هجرة أعداد منهم إلى القرى والمدن القريبة، وتحول أعداد كبيرة منهم للعمل في التعدين واستخراج البترول، وقيام الدول العربية بتوطينهم في قرى بهدف تعمير الصحراء. يبقى بسبب هجرة أعداد منهم إلى القرى والمدن القريبة، هجرة أعداد منهم إلى القرى والمدن القريبة، وتحول أعداد للعمل في التعدين واستخراج البترول، وقيام الدول العربية بتوطينهم في قرى بهدف تعمير الصحراء. يبقى بسبب هجرة أعداد منهم إلى القرى والمدن القريبة، وتحول أعداد للعمل في التعدين واستخراج البترول، وقيام الدول العربية بتوطينهم في قرى بهدف تعمير الصحراء. السؤال الثاني: ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد من الجبال الالتوائية بالوطن العربي جبال أطلس، ديت صواب. جبال الالتوائية زي جبال أطلس وكردستان وزاجرس وعمان. أما الجبال الانكسارية جبال البحر الأحمر وجبال الشام. اتنين الكويت من الدول العربية التي لديها زيادة سكانية وقلة في الموارد. خطأ، لأن العكس، الكويت من الدول العربية التي لديها زيادة في الموارد وقلة في السكان. ثلاثة الدولة الوحيدة التي تقع خارج الموقع الفلكي للوطن العربي هي جزر القمر. صواب، جزر القمر بتقع في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء. أربعة تنمو أشجار الصمت في الغابات المدارية. صواب، وأشجار الصمت ديت لها أهمية اقتصادية يستخرج منها الصمغ العربي. خمسة تقع هضبة نجد في جنوب شبه الجزيرة العربية. خطأ، هضبة نجد بتقع في وسط شبه الجزيرة العربية. أنا عندي هضبة بادية الشام في الشمال شبه الجزيرة العربية، نجد في الوسط، في الجنوب هضبة حضرموت. ما العلاقة بين واحد التضاريس وتوزيع السكان بالوطن العربي؟ هقول له تؤثر التضاريس في توزيع سكان الوطن العربي، حيث يتركز السكان في المناطق الساحلية
لقيام الأنشطة الاقتصادية، ويقل السكان فوق المرتفعات ما عدا سكان اليمن ولبنان يفضلون سكن الجبال لاعتدال مناخها. يبقى يؤثر التضاريس في توزيع السكان. هقول له حيث يتركز السكان في المناطق السهلية ويقل السكان فوق المرتفعات ما عدا سكان اليمن ولبنان يفضلون سكن الجبال بسبب اعتدال المناخ. يبقى يتركز السكان في المناطق السهلية ويقل السكان فوق المرتفعات. 2. التعرية المائية وتشكيل سطح الأرض في الوطن العربي. هقول له سعادة التعرية المائية المتمثلة في نحت الماء للصخور ونقلها وإرسابها على ظهور أشكال سطح متعددة مثل دلات الأنهار وشواطئ البحار. يبقى ساعدة التعرية المائية على ظهور أشكال سطح متعددة مثل دلات الأنهار وشواطئ البحار. يبقى ساعدة التعرية المائية على ظهور أشكال سطح متعددة مثل دلات الأنهار وشواطئ البحار. 3. المسطحات المائية ومناخ الوطن العربي. في علاقة بين المسطحات المائية والمناخ. هقول له تؤثر المسطحات المائية في مناخ الوطن العربي، فالمناطق القريبة من المسطحات المائية تتميز باعتدال المناخ، أما المناطق البعيدة عن المسطحات المائية اللي هي المناطق القارية تتميز بارتفاع الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء. يبقى المناطق القريبة من المسطحات المائية تتميز باعتدال المناخ. يبقى المناطق القريبة من المسطحات المائية تتميز باعتدال المناخ، أما المناطق البعيدة عن المسطحات المائية تتميز بارتفاع الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء. ثانيا التاريخ. السؤال الثاني: ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. نظمت قريش رحلة الشتاء اللي فيها شين تبقى إلى اليمن اللي ما فيهاش شين. يبقى الشتاء إلى اليمن، لأن زي ما احنا عارفين إن المطر في اليمن صيفا، فعشان كده قريش كانت بتروح اليمن في الشتاء اللي ما فيهوش مطر. 2. بدأت الدعوة الإسلامية عالميا بعد صلح الحديبية. يبقى بدأت مرحلة الدعوة العالمية بعد صلح الحديبية. 3. اختار علي بن أبي طالب مدينة لتكون مقرا للخلافة، مدينة الكوفة، ليسهل من خلالها الانتقال إلى المدن الإسلامية الجديدة. 4. نظام اتبعه المسلمون في اختيار الخلفاء الراشدين يقوم على الترشح والانتخاب، هو نظام الشورى. يبقى نظام الشورى. 5. الغزوة التي تحول فيها نصر المسلمين إلى هزيمة هي غزوة أحد، بسبب مخالفة الرماة أوامر الرسول ونزولهم من فوق الجبل لجمع الغنائم. ب. دلل على صحة كل عبارة من العبارات الآتية. 1. كانت شبه الجزيرة العربية مهد لكثير من الأنبياء. هقول له حيث أن شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء مثل صالح وشعيب وهود وإبراهيم وإسماعيل. يبقى شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء مثل سيدنا صالح وشعيب وهود وإبراهيم وإسماعيل. 2. كان المسجد من أهم الأسس لبناء دولة إسلامية في المدينة. هقول له الدليل: لأن المسجد كان مقر للحكم ودار للعبادة ومدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. يبقى المسجد كان من أهم الأسس. الدليل: لأنه كان مقر للحكم ودار للعبادة ومدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. 3. تنوعت أساليب قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية في بدايتها. هقول الدليل على تنوع الأساليب التي اتخذتها قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية في البداية: إيذاء الرسول. أول حاجة إيذاء الرسول وأصحابه. يبقى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتعذيب أصحابه بأشد أنواع العذاب. ثم عرض الأموال والزعامة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه رفض، فقاموا بحصار المسلمين ومقاطعتهم. يبقى قاموا بحصار المسلمين ومقاطعتهم، وفي النهاية قاموا بتدبير مؤامرة في دار الندوة لقتل الرسول. يبقى إيذاء الرسول وتعذيب أصحابه بأشد أنواع العذاب، ثم عرض الأموال والزعامة على الرسول ولكنه رفض، ثم محاصرة المسلمين ومقاطعتهم
وفي النهاية تدبير مؤامرة في دار الندوة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع: ألف، من هو واحد أنهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية؟ عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب. يبقى اللي أنهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. 2. كلفه الخليفة عثمان بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد. زيد بن ثابت. زيد ابن ثابت. يبقى زيد ابن ثابت. 3. انتصر على الفرس في معركة القادسية عام 15 هجرية. القادسية اللي فيها سين، القائد هو سعد بن أبي وقاص اللي فيه حرف السين. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. يبقى القادسية 15 هجريا اللي فيها سين، كان القائد سعد ابن أبي وقاص اللي أوله برضو حرف السين. 4. قائد عربي فتح مصر عام 21 هجريا. عمرو بن العاص. عمرو ابن العاص اللي فتح مصر القائد العربي عمرو بن العاص سنة 21 هجرية. 5. أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة. سلمان الفارسي. سلمان الفارسي. يبقى سلمان الفارسي أشار على الرسول بحفر خندق حول المدينة. من النتائج التي ترتبت على: 1. إشاعة خبر مقتل عثمان ابن عفان عام 6 هجريا. إيه اللي حصل؟ هقول له: أدى ذلك إلى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه على قتال قريش يوم الحديبية، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان. يبقى أدى إلى مبايعة الرسول لأصحابه على قتال قريش. يبقى أدى إلى مبايعة الرسول لأصحابه على قتال قريش، وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان. 2. استشهاد الكثير من حافظة القرآن الكريم في حرب المرتدين. إيه اللي حصل؟ هقول له: أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم، فكلف أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم ممن يحفظه ووضعه في صحائف. يبقى أشار عمر ابن الخطاب على أبو بكر بجمع القرآن الكريم. يبقى أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم، فكلف أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن ممن يحفظه ووضعه في صحائف. 3. عمل النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته برعي الأغنام. هقول له: أدت إلى اكتساب الرسول الكثير من الصفات مثل الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. اكتساب الرسول عدة صفات مثل الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. يبقى أدت إلى اكتساب الرسول عدة صفات مثل الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل امتحان محافظة الجيزة. وما تنساش تتابع معانا باقي حل الامتحانات، هتلاقي عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.